السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة ستة؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ في تاني واحدة موجودة معانا بعنوان الملامح الطبيعية لوطننا العربي. طبعا بالنسبة لأول درس في الوحدة دي فاحنا هنتكلم عن مظاهر سطح وطننا العربي. يعني ايه مظاهر سطح؟ يعني هنتكلم عن التضاريس اللي موجودة على سطح الوطن العربي. يعني ايه تضاريس؟ يعني الجبال والهضاب والسهول. طبعا الوطن العربي بيتميز بوجود مظاهر سطح مختلفة ومتنوعة من كافة الأشكال والأنواع، يعني من كافة كمان الارتفاعات. يعني بنبتدي من أعلى نقطة موجودة في الوطن العربي أو أعلى ارتفاع موجود في الوطن العربي زي كده قمة جبل طوبقال اللي موجود في المغرب واللي بيصل حوالي 4165 متر، ده بالنسبة لارتفاعه. ولو بصينا من ناحية تانية لأقل نقطة في مستوى الارتفاع أو مستوى الانخفاض في الوطن العربي موجودة في منطقة البحر الميت اللي موجود في الأردن، بحيث إن البحر الميت بينخفض عن مستوى سطح البحر بنحو 430 متر. طيب إيه سبب تكون الأشكال أو مظاهر السطح دي؟ ده بيرجع لعدة عوامل. يعني مثلا عندنا الحركات الالتوائية، وطبعا أخدنا الكلام ده في السنين اللي فاتت، وزي كمان الحركات الانكسارية وكمان التعرية المائية والتعرية الهوائية. طب بالنسبة لمظاهر السطح أو التضاريس اللي موجودة على سطح الوطن العربي زي إيه؟ زي الجبال اللي موجودة في الوطن العربي بتنقسم لنوعين، يا إما جبال التوائية أو جبال انكسارية. فأنت المطلوب منك تعرف الجبال الالتوائية والجبال الانكسارية وتضرب لي أمثلة للجبال اللي موجودة في الجناح الأفريقي مثلا والجبال اللي موجودة في الجناح الآسيوي من النوعين. يعني الجبال الالتوائية اللي موجودة في الجناح الأفريقي والجبال الانكسارية اللي موجودة في الجناح الأفريقي، تعرف كل نوع من الجبال دي موجود فين بالظبط. يعني مثلا كده سنة ستة هنبدأها زي مقارنة بين الجبال الالتوائية والجبال الانكسارية. الجبال الالتوائية هي ايه؟ عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن جبال نشأت نتيجة حركات بطونية تعرضت ليها الأرض أو باطن الأرض أو القشرة الأرضية. أما الجبال الانكسارية هي طبعا نشأت نتيجة حدوث انكسار في القشرة الأرضية أو في صخور القشرة الأرضية. طب بالنسبة للجبال الالتوائية اللي موجودة في الجناح الأفريقي زي إيه؟ نركز. الجبال الالتوائية اللي موجودة في الجناح الأفريقي، يعني اللي موجود في قارة أفريقيا، يعني في كل الجزء ده. بالنسبة للجبال الالتوائية هنبدأها من الغرب. هنا عند جبال الأطلس. جبال أطلس دي كلها نوع من الجبال الالتوائية. أما هنا في الجناح الآسيوي فهنلاحظ إن الجبال الالتوائية اللي موجودة في قارة آسيا عندنا جبال كردستان موجودة في الشمال الشرقي هنا فوق، وكمان بجانب منها الجبال زاجروس. ولو نزلنا شوية هنا عند دولة عمان هنلاحظ كمان وجود جبال، فالجبال دي بنسميها جبال عمان، فهي من النوع الالتوائي. احنا عندنا هنا نتكلم عن الجبال الالتوائية موجودة فين؟ موجودة أو زي إيه؟ زي جبال أطلس، جبال كردستان، جبال زاجروس، وجبال عمان. أما الجبال الانكسارية طبعا زي الجبال الموجودة في الجناح الأفريقي، زي جبال البحر الأحمر اللي طبعا بتمر أو موجودة على دولتين أو بتطل على دولتين زي كده مصر طبعا والسودان. أما سلاسل الجبال التانية برضو اللي بنعتبرها من الجبال الانكسارية بس موجودة في الجناح الآسيوي أو في قارة آسيا زي جبال أو سلسلة جبال الحجاز وعسير. سلسلة جبال الحجاز وعسير، وكمان لو نزلنا تحت شوية هنلاحظ وجود مرتفعات فبنسميها برضو مرتفعات اليمن، فده برضو من الجبال الانكسارية اللي موجودة في الجناح الآسيوي. بالنسبة لتاني مظهر من مظاهر سطح الوطن العربي وهو الهضاب يا سنة ستة بتختلف عن الجبال. يعني الجبل بيكون عالي جدا في الارتفاع زائد انه بيكون ليه قمة وبيكون منحدر كمان. اما بالنسبة للهضبة هي بتكون مرتفعة ولكن ليس شديدة الارتفاع، يعني متوسطة الارتفاع. بالنسبة للهضاب بيكون سطحها مستوي او شبه مستوي. يعني ايه؟ يعني ممكن نلاحظ مثلا ان الهضبة دي مساحتها كبيرة في الامتداد لدرجة إن ممكن تكون بلد كاملة موجودة على هضبة. طب تعالى نتعرف كده على الهضاب اللي موجودة في الوطن العربي.
احنا اولا كده هناخد الهضاب اللي موجودة في الدول العربية اللي موجودة في الجناح الافريقي او الدول العربية الافريقية. بالنسبة للجناح الأفريقي هنلاحظ وجود أكبر هضبة أو بنسميها يعني أكبر ظاهرة تضاريسية موجودة في الوطن العربي بالنسبة للمساحة، وهي هضبة أفريقيا الشمالية. طيب ليه؟ ليه يعني إن الهضبة دي أو المظهر ده من مظاهر السطح كبيرة جدا في المساحة أو ممتدة جدا؟ الدليل على ده إن هي بتمتد أساسا في الشمال من البحر المتوسط أو ساحل البحر المتوسط، وبتنتهي في الجنوب عند وسط أفريقيا. بالنسبة للشرق فهي بتمتد من جبال البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطي غربا. فلاحظنا المساحة دي كبيرة جدا، فهي كلها دي بنسميها هضبة أفريقيا الشمالية. فأنا هنا عندي سؤال، أكبر الظاهرات التضاريسية مساحة هي هضبة أفريقيا الشمالية. الدليل حيث أنها تمتد من شمال ساحل البحر المتوسط إلى جنوب وسط أفريقيا، ومن الشرق جبال البحر الأحمر إلى غربا المحيط الأطلنطي. بالنسبة للهضاب اللي موجودة في الجناح الآسيوي أو الهضاب اللي موجودة في الدول العربية الآسيوية، عندنا 3 هضبات، والثلاث هضبات دول سنة 6 موجودين في شبه الجزيرة العربية، يعني في الجزء ده. الهضاب دول كده مرصوصين فوق بعض. يعني هنبدأ كده من هضبة حضرموت اللي موجودة في الجنوب تحت هنا، والوسط هضبة اسمها هضبة نجد، وفي الشمال هضبة اسمها بادية الشام. بالنسبة للهضاب دي موجود فيها بعض المظاهر السطحية كمان. يعني إيه؟ يعني موجود عندنا واحات، وعندنا أودية جافة، وعندنا كثبان رملية. بالنسبة للواحات اللي موجودة في الهضاب، يعني هنلاحظ مثلا عندنا واحة زي واحة سيوة اللي في مصر، وواحة الكفرة اللي في ليبيا، وواحة عين صالح اللي موجودة في الجزائر. كل الواحات دي سنة 6 موجود فيها زراعة، والزراعة دي بتقوم على المياه الجوفية اللي موجودة في الصحراء. فأنا هنا عندي سؤال، بما تفسر تقوم الزراعة في الواحات؟ يعني فسر لي سبب وجود زراعة بالرغم إن المكان ده صحراوي فيه، طبعا ده بسبب الاعتماد على المياه الجوفية. أما بالنسبة للأودية الجافة دي اللي تكونت طبعا بفعل التعرية المائية. يعني إيه تعرية مائية؟ التعرية هي عبارة عن إن المية نحتت الصخور طول ما هي بتجري في الأنهار أو في مجرى الماء بتاعها، فهي بتنحت في الصخور اللي على جانبي مجرى الماء، وبتنقلها إلى أماكن أخرى، ومن ثم ترسبها، فده بنسميه التعرية المائية. فالأودية الجافة دي تكونت بفعل التعرية المائية اللي اتكلمنا عنها. بالنسبة لأهمية الأودية الجافة فهي ليها أهمية إن احنا بنستخدمها كطرق للمواصلات، وممكن نوصل للمياه الجوفية بحيث إن لأن المكان كان مجرى مائي قديم، فمن الطبيعي إنه يكون في أماكن للمياه الجوفية تحت سطح الأرض بالنسبة للمكان ده، زي الأودية كده اللي موجودة، أو وادي الدواسر اللي موجود في السعودية طبعا. بالنسبة لأهمية، هنا عندي سؤال، بما تفسر أهمية الأودية الجافة؟ فده بسبب إنها بتستخدم في كطرق للمواصلات أو الحصول على المياه الجوفية. بالنسبة للكثبان الرملية هي سنة 6 فهي بتكونت بفعل التعرية الهوائية. التعرية الهوائية يعني الرياح أو الهواء الشديد نحت الصخور ونقلها ورتبها في أماكن أخرى. فالكثبان الرملية تكونت بفعل التعرية الهوائية، زي كده كثبان أو بحر الرمال العظيم اللي موجود بين مصر وليبيا. فأنا دي عندي كده 3 حاجات بتحتوي أو بتوجد في الهضاب أو على الهضاب: الواحات، والأودية الجافة، والكثبان الرملية. بالنسبة للواحات زي واحة سيوة اللي موجودة في مصر، وواحة الكفرة اللي في ليبيا، وواحة عين صالح اللي موجودة في الجزائر. بالنسبة للأودية الجافة زي الدواسر في أما بالنسبة للكثبان الرملية زي بحر الرمال العظيم اللي موجود بين مصر وليبيا.